السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير وفي احسن الاحوال. فمرحبا بكم اليوم معايا في قناتكم قناه كويزين كريمه هاني. غنوجدوا فيها واحد الباكيت اللي صراحه رائع، وكان تحت طلب ديال واحد الاخت في الفيديو السابق، فقلت غادي نوجدوا نديروا ونشاركوا معكم ومع الاخت اللي كان طلبات الباكيت. هنا البنات انا خديت 2 كيسان ديال الفينو الصفر كيف ما كنعرفوا، بر العنبه 200 غرام و300 غرام ديال دقيق الفورس، ما يعادل 3 الكؤوس، يعني توتال كامل 5 ديال الكؤوس، 2 ديال فينو صفر و3 ديال الدقيق الابيض. انايا كنعبر قدامكم باش تشوفوا معايا، باش اللي ما عندوش الميزان كنقولوا الكاس ديال عبر العنبه، باش اللي ما عندوش الميزان يعبر بالكاس. هادشي باش كنا كنعبروا شحال هادي. هنا عندي معلقه ديال الخميره كبيره، حيت كما كنعرفوا دابا شويه الحال بارد، اما ملي كيكون الحال سخون شويه كنقصوا منها ما نديروهاش. ولا كنا بغينا مثلا نعجنوه في الليل ولا في الصباح بكري باش هذا نحاولوا نقصوا الخميره، نديروا غير واحد المعلقه صغيره. هنا خديت معلقه ديال العسل كبيره البنات، اللي ما عندوش يقدر يعوضها حتى بسكر سنيده، حتى هي كتجي مزيانه صافي باش كيعطينا داك اللون كما قلت لكم الخبز. وهذا صافي. وهنايا عندي شويه ديال الملح اللي غادي نضيف لها شويه ديال الماء، نخليها اخر شيء حتى كنجمع العجينه ديالي ونسالي. ندير فيها شويه د الماء باش نخليها تذوب. وهنا البنات العبار د الماء انا خدات ليا 2 كيسان ديال الماء بنفس العبار باش عبرت الدقيق. وهنا غادي نبدا كنجمع العجين ديالي كما شفتوا معايا، ما غندلكوها، ما غتحتاج لا دلك ولا حتى شي حاجه، حتى حاجه البنات. صافي غادي جمعنا العجينه ديالنا صافي. هنايا خليناها حتى ضعف الحجم ديالها. كاين غلط فديك العمليه البنات ديال كنجمعوها وكنغطيوها، نغطيوها وكنخليوها تضعف الحجم ديالها ونعاودوا نهبطوا من داك الهواء. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، وكنعاودوا نغطيوها ونردوها ونعاودوا تاني كنكرروا العمليه 4 ديال المرات، وحنا كنكرروها حتى وكنخرجوا من داك الهواء ونعاودوا تاني نغطيوها ونخليوها حتى كتختمر واحد ما بين المده والمده شي 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه. صافي هنايا بعد ما في الاخر كنخليوها حتى كيضاعف الحجم ديالها مزيان. هنا غادي نقطعها على 5 ديال الكويرات، تقدروا تقطعوها على 4 الا بغيتو ديروا باكيت طويل قطعوه على 4. بغيتو الباكيت هكا قصير بحال القصير للساندويتش وداكشي كنقطعوها على 5 ديال الكريزات. فانا قطعتها بمساعده من طبيعه الحال ديال الدقيق، والعجينه ديالها كما هذاك ما شفتوا معايا كتبقى شويه خفيفه. صافي هنا غادي نبدا كما تشوفوا معايا بالاصابع هكا، وغادي نبدا كنجمع العجينه ديالي وكنوثقها مزيان، وحنا كنلوي وحنا كنوثقوا. صافي كيف ما شفتوا معايا نلوي مزيان وكنوثقوا، من بعد غادي نجمعوها هكا وغادي نخيطوا دوك العجين ديالنا، نحاولوا نجمعوه هكا مزيان نسدوه. وهنا غادي نبدا كان لولب في هاد سميتو باش وكنحاولوا نعطيوها واحد لا فورم ديال الكثر، كنلولبوا في الجناب اكثر من الوسط باش ناخذوا ديك لا فورم ديال الجناب كيجيو رقاق والوسط كيجينا هادو. بالنسبه للساندويتش كيجيو الصراحه البنات زوينين. صافي هنا كنستمر بنفس العمليه كيف ما شفتوا، غنستمر حتى نكملهم كاملين ونخلي واحد شويه ديال الفرق ما بين وحده وحده باش في الفرن ما يتلاصقوناش. انا البنات انا عندي الطاوه ديال الباكيط وحاولت ما نديرهاش ما نخدمهاش، درت معكم في الطاوه باش تشوفوا حتى في الطاوه راه نقدروا نديروه وكيجي صراحه زوين، غير كيبغي شويه ديال مني كيبدا يطيب كيبغي شويه تقلب. هنا بعد ما ساليت البنات غادي نديروا شويه ديال الفورس من الفوق، نحاولوا ما نكثروش. انا درت هاد الربعه هكا وحده خليتها سامبل غادي تشوفوها معايا في الاخر، غادي تشوفوا الشكل ديالها حتى هي بلا دقيق. صافي هنا بعد ما ندردر شويه ديال الفورس من الفوق غادي نغطي العجين ديالي وغنخليها حتى تختمر، ونحطوه في واحد البلاصه اللي تكون شويه دافئه ما يكونش فيها البرد باش العجينه ما تربيش لنا ديك القشره من الفوق
وتخسر لنا ما تجيناش مزيان. صافي هنا بعد ما خمر البنات كما شفتوا معايا، انا خديت هنا واحد لاما ولا واحد الموس ما غادي تاخذوا ولا زوار ولا شي حاجه، وغادي نبدا كنفلح العجين ديالي. تفلحوه على اي طريقه بغيتو. انا هنا غندير معكم جوج ديال الطرق، طريقه هكا، الطريقه اللي غادي نفلحو عادي، ونحاولوا التفلحه البنات نفلحوه شويه مزيان باش يعطينا داك الشكل اللي بغينا. صافي هنا بعد ما غادي نفلحهم كاملين كما غتشوفوا معايا، غادي نخليهم هنا، غنفلحهم ونخليهم على جنب، نغطيهم وغادي نمشي للفران نشعلو. نتوما غادي تشوفوا معايا باش يكون الخبز زاد شويه تاني عاود شويه خمر. الفران كيكون سخنا مزيان، الفران غادي نسخنوه مزيان. راه صراحه البنات كيجيو رائعين. الانسان صراحه اللي هذا اللي جربتوهم ما غاديش يبقى الانسان كاع يشري الخبز، وسهل يعني بدون دلك بدون عذاب بدون حتى شي حاجه. صافي هنايا بعد ما شربتهم غادي نغطيهم ونخليهم على جنب. هنا غندوز للفران اللي شعلته وعلى درجه الحراره درت الفوق العافيه الفوق والتحت. الفران فيه الفرفره، وبالنسبه اللي عندهم فران عادي البنات يحاولوا من يدخل الفران ينقصوه، ومن يقرب يطيب الخبز بداو كيقلبوا. هنا العافيه درتها الفوق والتحت، فران شعلته من الفوق ومن التحت، درتو على 300 انا. صافي وهنايا نتوما شفتوا معايا صافي هنايا درت الخبز ديالي كيطيب. ها هو هنايا كيطيب البنات. صافي هنا ملي غادي يبدا يطيب باش غير نوريكم في هاد الطاوه، حيت الاخرى فيها هذوك التقيبات كتجيب الخبز سميتو، هذه تحاولي تبقاي تقلبي الجنب باش يطيب لك مقاد. هنا بعد ما طلعتوه البنات راه هو هذا كيف ما كتشوفوا راه كيجي صراحه رائع وخفيفه البنات بحال الريشه، ما فيه حتى ديك البضعه لداخل هذا، وملي كلا بقاو سخنتيه كيجي غزال. صافي هنايا هذا هو البنات الخبيز ديالنا. هنا البنات كما كتشوفوا معايا غادي نقطع معكم وحده باش تشوفوا معايا. كيجي من الداخل كيجي خفيف ومقرمش البنات كيف ما كتسمعوا معايا، كيجي الصراحه رائع. كنتمنى تجربوه، وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، ومبقى لي الا نودعكم نقول لكم مع السلامه.